يا صباح رضا، يا صباح هنا او مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. وحشتوني، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الجمال يا جماعه؟ والله 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 انا بحلف لاني متاكده طعمه وريحه وخيال. وطري جدا وهش جدا. السينابون اللي انا عاملاه ده بينافس اكبر محلات السينابون. انا متاكده من حاجه زي كده لان الطعم خيال والريحه خيال وطري وهش. عايزين ايه تاني في الوصفه؟ يطلع لكم سينابون احسن من كده. كملي الفيديو اللي معايا للاخر واوعي تروحي في اي حته. شايفين مورق وطري جدا وهش جدا وريحته خطيره. اللي عايزه تكسب ذهب من البيت تعمل مشروع السينابون وتعتمد الطريقه يا بتاعتي مساء الهنا ويا القمر مساء دي. الحلويات ويا مساء الرضا عليكم. انا لما بغيب ما بغيبش اونطه. انا النهارده عامله فيديو عظمه بامر الله، عظمه. فيديو هتنافسي بيه اكبر البراندات من سينابون. والله 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 ما كلام عشان بعمل فيديو، والله العظيم الفيديو ده عظمه، والسينابون ده عظمه. شايفه طري 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 وفلافي خالص وهش قوي، هش قوي وطعمه خطير. وحكايه انا فتحت لكم واحده هتشوفوها برده وانا بفتحها، طعمه خطير. والصوص بتاع السينابون خطير خطير خطير. السينابونيه ديت والله العظيم لا تكسبك ذهب وانت قاعده في البيت. انا جبتها الشتاء اللي فات من محل هنا كده ب 65 جنيه، ودلوقتي يا اما اتضاعفت يا اما زادت يا اما فضلت على سعرها. انا ما جبتش الشتاء ده والله العظيم. واحده زي دي بالظبط كانت ب 65 جنيه. عارفين يعني ايه الصينيه دي كلها؟ شايفين الجمال؟ شايفين الصينيه دي كلها ما كلفتنيش 120 جنيه. اما تكون الواحده بس ب 70 جنيه ولا ب 65 جنيه، ويا ترى زادت ولا لا، تبقى هتكسبي ذهب لو انت عايزه تعملي مشروع وانت قاعده في البيت. يلا اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. حطي لي لايك وتعليق حلو من قلبك، وتعالوا بينا نشوف وصفه السينابون الخطيره دي. فلافي 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 وفيها ورقات كتير. يلا حطوا لي لايك. يلا بينا نقول عملناه ازاي. جبت كوبايه ونص من اللبن الدافي، حطيت عليهم معلقه سكر ومعلقه خميره ودوبتهم وركنتهم على جنب كده قيمه 5 دقايق بالظبط، ونبتدي نشتغل في قلب العجينه بتاعتنا القمر. جبت كيلو الا ربع من الدقيق، عمل لي اكتر من 15 قطعه. اللهم بارك اللهم بارك، تحفه. بصوا حطيت بعدين كده صبيت اللبن وتقلبي بالسباتولا، وعندي ربع كوبايه من الزيت. هتقلبي بالسباتولا وبعد كده هتاخديها وتعجني فيها. العجينه تاخد معاكي عجن شويه وتخدميها كده وانت بتعجني. وانا خدت الطبق وقعدت اعجن في الارض شويه لحد ما لميت العجينه. هتزوديها لبن لحد ما تحتاجي، مش هتاخد اكتر من كوبايه ونص من اللبن. تمام تمام. انا الترابيزه عاليه عليا فقمت خدت الطبق وعجنته على الارض ولميتها. وبعد كده طلعت وريتكم هنعمل ايه تاني في قلب العجينه. ايه اللي هيخلي العجينه ريحتها خطيره خطيره، الريحه بتاعتها احسن من ريحه السينابون بتاع السينابون الاصلي. وكمان ازاي تبقى طريه وهشه معاكي جدا. سبتها ترتاح بس 5 دقايق ورجعت لكم تاني. خدتها كده بعد ما ارتاحت ال5 دقايق بتوعها، وقمت حطاها على الترابيزه بتاعتي. وحطيت عليها ايه يا ست الكل؟ حطيت معلقه سمنه بلدي. معلقه سمنه بلدي. يا الله على طراوه العجينه وانا بعجنها وعلى ريحتها الفايحه بجد. ما بص كانت تتاكل نيه. وانتي بتحطي السمنه البلدي في قلب العجينه كده تاني بعد ما عجنتيها خلاص خلاص خالص وسبتيها ترتاح، هتحطي معلقه سمنه بلدي. هتلاقي العجينه اتقطعت معاكي عادي جدا وزي الفل. هو ده من نجاح العجينه بعد ما تحطي السمنه البلدي انها تتقطع معاكي. ما تخافيش، هتفضلي تعجني فيها كده هتلاقيها طريه قوي 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 معاكي وهشه كده من قبل اصلا ما تخمر. والعجينه مرتاحه في ايدك وريحتها حلوه قوي بعد ما حطيتي معلقه السمنه البلدي. التركايه دي تحفه قوي. خلاص ركنتها بقى وسبتها تخمر على جنب من ساعه الا ربع ساعه لان الجو برد. هي خدت معايا تقريبا ساعه. نعمل هنا الحشوه بتاعت السينابون. حطيت ربع معلقه سكر على يعني ايه على حسب كميه الحشوه بتاعتك اللي انت هتحطيها. حطيت وفاض مني ربع كوبايه سكر حبيبات على معلقتين قرفه على معلقه كاكاو. حطي معلقه كاكاو مع الخليط ده هيودي الخليط في حته تانية وريحته بتبقى حلوه قوي قوي. خلاص خرجت بره بقى بعد ما العجينه خمرت. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كانت طريه طراوه السنين وخمرت وبقت زي الفل. خرجت بره بقى وحطيتها على الترابيزه وتفردي فيها على قد ما تقدري. تحاولي ان هي تعمليها مستطيل. خلاص العجينه معايا كانت كبيره شويه والنشابه بتاعتي كانت خشب. من الافضل او هي خشب خشنه شويه، يعني من الافضل تستخدموا بلاستيك، او لو الخشب عندك طريه اللي هي ناعمه قوي ماشي.
بس عادي اتفردت معايا وكانت زي الفل. قعدت افرد فيها كده يمين وشمال لحد ما تفرديها مربع او مستطيل على حسب شكل العجينه عندك. ولا هترقيها قوي رق السجاره ولا هتخليها تخينه، لا تحاولي يعني تبقى كويسه الى حد ما. هو بيبقى رقيق بس مش رقيق قوي قوي زي الفطير مثلا، كانت رقيقه بالحد المظبوط بتاعنا. خلاص عشان لما تيجي تلفي ورقات السينابون تبقى مظبوطه معاكي، ولا هي تخينه ولا هي رقيقه قوي زي الفطير، لا بتبقى متوسطه. خلاص بعد التركايه الجميله ديت، بعد ما فردتها على الترابيزه جبت معلقه من الزبده وفردتها كده على العجينه كلها، معلقه من الزبده. دي تركايه لازم تعمليها برضو. خلاص فردت الزبده كلها كده على العجينه قبل ما تحطي الحشوه بتاعه السينابون. الزبده لازم تكون بدرجه حراره الغرفه او بدرجه حراره المطبخ. تمام يا جماعه. بس هي كانت عندي الجو برد شويه، ما كانتش سايحه قوي لحد ما، فانا قعدت اعمل فيها كده لحد ما حطيت حشوه السينابون. بعد كده نفرد بقى العجينه القمر الطريه طراوه السنين ديت، وتحاسبي عليها جدا لانك لو عملتيها بنفس طريقتي وبالمخدومه ديت يعني هتلاقيها طريه معاكي، فحاسبي لا تتقطع منك. فانا حاولت على قد ما اقدر كده وما شاء الله طلعت معايا اللهم بارك. وتشد الطرف كده وتلفيها كويس جدا، وبعدين تقفليها من الاواخر. لو انتي عاملاها مستطيل بالظبط هتطلع معاكي مظبوطه حلوه قوي قوي. انا طلعت برضو معايا مظبوطه، خفت تطلع في الاخر مش كويسه، ولكن والله العظيم طلعت حلقات السينابون وقطع السينابون كانها جايه من محل السينابون الاصلي. كانت حلوه قوي قوي على فكره يا جماعه. ولازم تستخدمي خيط وانت مش لازم يعني استخدمي خيط وانت بتقطعي. انا ما كانش عندي الخيط فاستخدمت السكينه عادي. هتسيبيها برضو بعد ما تقطعيها ترتاح 5 دقايق او 10 دقايق قبل ما تدخليها الفرن، هتلاقيها خمرت معاكي تاني. خلاص دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 وتدخلوها على درجة الحرارة. وتعالوا مع بعض نعمل بقى الصوص الخطير اللي بيحل السينابون كله، صوص السينابون الخطير يا جماعة. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل صوص السينابون ازاي. عندي نص كوباية كبيرة من اللبن او كوباية صغيرة من اللبن، وعندي 6 قطع من الجبنة الكريمي. الجبنة الكريمي اي نوع جبنة كريمي عندك حطي منها 6 قطع 7 قطع او 5 قطع، يعني على حسب، مش اقل من 5 قطع. يعني انا حطيت 6 قطع جبنة مكعبات مع نص كوباية لبن مع معلقتين لبن بودرة مع ربع كوباية من السكر البودر، او على حسب انت عايزاها مسكره او معتدله. حطي السكر البودر على حسب ما تحبي جدا. وكل ده هتحطيه في الخلاط وتضربيه، هيطلع لك احلى صوص سينابون. تاني نقول يا جماعه، نص كوبايه من اللبن على معلقتين لبن بودره على 6 قطع جبنه مكعبات كريمي، جبنه كريمي خلاص، مع ربع كوبايه من السكر البودر. وتضربي كل ده في الخلاط، هيطلع لك الصوص الخطير اللي قدامك ده. ولا هو تقيل ولا هو خفيف، صوص قوامه خطير وقوامه تحفه وريحته حلوه قوي قوي. الجبنه الكريمي مع السكر البودر. حطيت معلقتين زبده كمان في الخلاط كانوا فايضين. حطي كمان معلقتين زبده او سمنه او زيت او اي حاجه عندك، بس الافضل تحطي زبده او سمنه بلدي مع الصوص الخطير ده. ودوقي احلى سينابون هتاكليه في حياتك كلها. احلى سينابون يا جماعه، تحفه وخطير وبينافس اكبر المحلات. ومع السلامه.